السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا في عدد جديد من برنامج كل الجزائريين ما وراء الجدران. مشاهدينا اليوم في سهرتنا راح يكون موضوع مميز وراح ننفرد به، بل نقول لكم أنه أول مرة في بلاطو تلفزيوني جزائري راح نعرض من خلاله اعترافات مشعوذة أو ساحرة. مشاهدينا حنكون اليوم مع برنامج راح يكون فيه تفاصيل واعترافات خطيرة وصادمة، لكن قبل كل هذا نرحب كالعادة بالمستشار القانوني لقناة النهار. أهلا بك أستاذ. شكرا. ونرحب كذلك بالشيخ شمس الدين. أهلا. إذا مشاهدينا قلنا أول مرة نعرض مثل هذه القضية، حيث تحضر معنا السيدة حواء، نقول لها مشعوذة ساحرة، هذه السيدة اللي يعني ربما ارتكبت أفعال تغضب الله، ولكن اليوم جات البرنامج ما وراء الجدران تعلن توبتها أمام كل الجزائريين وطلب السماح من كل واحد ذاته. مشاهدينا هي نفسها السيدة كذلك اللي دفعت ثمن الممارسات التي تقوم بها ثمن غالي كثير، حيث أنه يعني توفى لها 6 أطفال. السيدة حواء حضرت معنا البرنامج ما وراء الجدران، نرحب بها. مرحبا بك سيدتي. قلنا أنه أنت كنت تمارسي الشعوذة والسحر لسنوات طويلة، ولكن اليوم قررتي أنك توبي إلى الله وتوبي من كل الأفعال اللي قمتي بها، خاصة وأنه دفعتي ثمن كبير وغالي، هو ماتوا لك 6 أطفال. يعني هذا ماشي سهل، ولكن نشوفوا كذلك ربما الافعال اللي قمتي بها طيله سنوات الممارسه ديالك خلاتك ربما تدفعي هذا الثمن. ونقول لك اول سؤال، ربما كيفاش دخلتي لعالم الشعوذه والسحر؟ بسم الله. دخلت العالم الشعوذة والسحر هذا باش دخلته، هذا كنت نشوف احنا ما كانوش بكري ما كانش كيما اليوم الناس فايقه، كانوا بكري كيش الحاجه اللي يديروها يخلوا الغريان يشوف. انا كنت صغيره وكنت نشوف الناس كي تمارسها قدامي، كانوا يلحقوا حتى احنا صغار يقول لك الصغير هذا فيه الثقه، اعطيه هو يدير رش عند باب الناس، هاك دير روحك تلعب ورش ودير. يعني كنت نشوف بزاف، نشوف صوالح ينعملوا قدامي، كنت نشوف نحضر فيهم، نجمع، ننقل، نرفد. من بعد سنين كي كبرت لحقت من العشرينات الفوق وليت نخمم باش ولا تجي الوسواس يجي عندي يقول لي روحي كي ديري هذيك، سيي هذيك، جربي هذيك، ديري. وليت كيفاش تسيي واش تجربي؟ احكي لنا. يقول لك زعما كاينه راجل راعوج لك روحي شوفي ديري الشمعه، ديري فيها شي صوالح، ديري الشمعه، ديري فيها مسامر، ديري فيها هذيك، قرأي عليها ايات، دخلي للخلاء قرأي ايات قرانيه عليها باش من بعد ديري فيه باش يولي هذا باش تسحري الراجل، باش تجلب السيده الزوج ليها، الراجل ليها الزوج ليها. واحد باغي تديه مثلا على زوجته ولا باغي يتزوج به ولا باغي يديك، ديري جيبي له قشه، جيبي له من قشه، كاين صوالح ما نقدش نذكرهم. من هذوك ديري فيهم صوالح، ديري فيهم تباخر، كتبي فيهم بالطراميس، حرقيهم. يعني انت نقولوا انه ملي كنتي طفله صغيره كنتي تشوفي اللي يديروا السحر وكيفاش يشعوذوا وكذا، انت بديتي تتعلمي. ولو كانوا يبعثوكي كنتي صغيره ربما ترشي الماء قدام ديور الناس. شكون في حيكم في داركم يماك ربما؟ جواري كانوا حدانا شوافات، كانوا حدانا، وكانوا ثاني فاميليا ثاني طلبه تاعنا بكري هذوك عادي، ما كان عندهم يعني احتكاكك الدائم بالشوافات خلاك تكتسبي هذا تاعنا يخدموا ثاني كيجيو عندهم الناس يكتبوا لهم كلشي، حنا مجمعين ونشوفوا، رانا نشوفوا، رانا ننقلوا، رانا نرفدوا عادي. من بعد بشويه كي بديت نخرب بهذا الصوالح كي شغل بداو الشياطين يسيطروا عليا، دخلتي لهذاك العالم المظلم. وليت بشويه نحس روحي تلبست، ما وليتش غايه. اول ربما عمليه اول شخص او سيده ربما سحرتيها كيفاش كان وقتاش؟ الاولى بديت نسيي عندي في زوجي وفي بيتي في روحي، بديت نسيي عندي. تسيي في زوجك؟ بديت نسيي باش نكسبها عندي، باش نشوف كيفاش. من بعد ولات الناس هاك اللي يشوفوا نقول لها باللي كذا كذا، تقول لي ما انا ثاني راجلي راه عوج، راه هذيك سحرتي راجلك يعني كذلك؟ سيتها ونجحتي عندي باش ونجحت. من بعد وليت سيتها لواحد اخرين، وحده قالتها لوحده، من بعد بشويه ولات تمشى الحال. صح، يعني ربما امور خصوصيه، ولكن خلينا نروحوا معاك. كيفاش سحرتي راجلك بما انه كانت بداياتك؟ واش درتي له؟ درت كيما نقولوا سيد في هذه تاع الشمعه في ما نقدرش نذكرهم،
سيد تعال راكم عارفينهم. سيت فيهم ثاني، قلت لك ودرت فيهم طالع درت فيهم الصوالح حرقتهم. يعني تمكنتي بعمليه ناجحه ربما مع زوجك، ولات حلالك، ولا يصير له عابك تسحري ناس واحد اخرين، ولاو يقولوا لي الناس هكا السي حنا درنا، قلت لهم درت هكا حكيت لهم هما جاوني سيها لنا حنا ثاني، سيها لنا حنا ثاني، سي الاخرى قالت له وحده شتي حنا كي حتى ستروحي دخلتي رحتي فيها ستروحي رحت. هذا شرك بالله، ما كنتيش تخافي من ربي سبحانه؟ كنتش نعرف، ما كنتيش تعرف. كنتش نعرف، ما كنتش اللي ورينا، ما كناش واعيين كيما اليوم، كان كلشي عندنا عادي، ما كانش الراقي بكري، كان نروح للطالب اي حاجه، روح للطالب، روح للشوافه تشوف لك شا ضرك، روح لديك روح لديك. كانوا يحجوا ويصلوا ويجمعوا يديروا طرف خضر في الارض يحطوا سبحه ويشوفوا شا عندك شا جايك شا، كانت حاجه عادي، ما كانش كيما دروك. يعني بديتي بالرجال بالازواج؟ بديت ما كانت عادهم عادي، كانت مازالت عادي، ما زالت عادي، ما زالت عادي، تروحي تشوف لك هي كارثه. تفضل شيخ. حبيت نقول للسيدة حواء إن الله تبارك وتعالى يقول في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ربي ما يغفرش الشرك، إنسان يشرك بالله، أما ما دون ذلك فيغفر لمن يشاء. ولذلك انت يا باب الله مفتوح، الحمد يا ربي اللي هداك قبل ما اداك. بعد ما اكتشفت انت بانك على ضلال، وبانك كنت تؤذين خلق الله عن طريق السحر، وانا لا ادري هل كان السحر تاعك حقيقي كسحرة فرعون ولا كان عبارة عن شعوذة وتمخرق. ربي يقبل التوبة تاعك، والله صدقيني ربي يقبل التوبة تاعك، ولكن هناك 4 شروط ماذا بيا تسمعيها. اولا الندم على ما فات، العزم على ان لا تعود الى هذا، والاقلاع فورا، ورابعه رد المظالم. وش معناتها رد المظالم؟ اذا كاين ناس حرتيهم وقادره الان يعني تفكي هذا السحر، كاين ناس اللي درت لوحدهم، ولكن ماشي بسحر اخر. هنا الواجب عليك تسارعين الى فك ما هم به. قولي لي انت لما اشتهرتي وليتي مشهوره بانك تمارسي هذا السحر، ولاو يجوك الناس ولاو يدخلوا لك دراهم، ولاو يجوني الناس وجو بالذهب بالدراهم. انت تما كنتي ماشي قادره تولي اللور، صايب خاطر كي تدخلي دراهم وغراني واجلك ما ولاش يزقي عليك ولا صايب. شاف الحيه جبتي له دراهم مصيبه. وهذوك الناس اللي كانوا يجوا لك تانيك شركاء في الاثم، هما اللي كانوا يجيبوا لي يعطوني، واني متاكد بلي شحال من خطره كنت ناويه تولي وتوبي. كيجوني يجيبوا لي كان اللي ما يعطيني الذهب كان كي يجوك وتشوفي الدراهم وكذا ويخوفونك بالفقر، لو كانت حبسيت تولي فقيره ومهيونه. هذيك من بعد كي نكون وحدي يجوا يقولوها لي، يقروا يجوني ناس يقعدوا يقولوا لي في ودني، هكذا يقولوا لك. غادي واش يقولوا لك؟ يقولوا لي لو كان تحبسي هذا الرزق حنا نجيبوا لك، حنا رانا واقفين معك، رانا نجيبوا لك هذا الخير، رانا نجيبوا لك هاد الناس، رانا نعاونوك. لو كان تحبسي غادي تنفقري، غادي تولي السيدة طلابه. حواء ما كملتش كلمتي، حبيت نذكر كذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. أنا اليوم راني كما يقولوا راني راضي عليك، لأن كنت شجاعة وجيتي البرنامج هذا أمام الشعب، لأنك أنت ما كيش عارفة تعرفي كاع الناس اللي أذيتيهم. كانوا يجوا ليك كنت دير لهم عمايل ويروحوا، ما كيش عارفه وين راهم هاد الناس، راهم في مستشفى المجانين، راهم مطلقين، راهم هابل علق روحه، حرقت روحها، ما كيش عارفه، راهي مطلقه، راهي ما تولدش، ما على بالكش. جيتي اني حبك اليوم امام ربي وعباده تطلبي السماع من الناس على هذه اللي جيت، على هذه اللي جيت، رفعي صوتك، على هذه اللي جيت. انا تبت سنين ملي راني متراجعه، لكن بغيت بك باش نعاون روحي، باش نرجع راني كي وليت نروح للرقات ولا يحصراو لي صوالح، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. نحاول نرجع نحبس كي خلاص يئست صاي. قلت انا كل ما نروح تصرى حاجه يهود لي بيبلاه من فوق لتحت،
بنتي انحرقت بشعرها كانت تروح من يدي. نعم. قبل ما نروحوا يعني كاسات هذا كل شيء على حياتك وولادك، قل لي سيداتي، قلتي انه بديتي بالازواج وبديتي بالرجال، بعدها طورتي المهنه هذه وليتي تسحري امور اخرى، ولا تتطور، وليتي تشوفي حاجات اخرى. مثلا احكي لنا ولا تشوفوا واش درتي كامل؟ يا اختي غادي ما قديتش نقول كلش، لانه ربما اللي سحرتيهم ثقيل رحم ما يعرفونيش اكيد، ولكن انت صلي على ربما رسول الله. اذيتيهم، خسرتي لهم حياتهم، ربما كاين امور كثيره صرا لهم. شوفي الطقوس كاع الناس راهي عرفتها تاع الطقوس، والطقوس لو كان نقولوا هات تتسمى درك نذكروا هات تتسمى رانا نزيدوا نوروا للناس باش يعاودوا يتعلموا. كاين الناس راهم يحوزوا يتعلموا، كاين الناس راهي تحوس تتعلم، ماشي كاع الناس راهي تايبه. سمحي لي فقط نحب نعرف حاجه. انا المجال هذا الشيخ يعرف المجال هذا خاطيني، ولكن نحب نطور ثقافتي. يعني انت كي بديتي قلتي انا بديت ندير شعوذه لزوجي. علاش انت زوجك؟ تجارب. لا ولكن كي ديري زوجك كنت انا وياه تفركيت كنا. اي ولكن انت ما كنتيش قادره انك ترضي زوجك بطريقه عاديه، يعني بدون كنا ما نعرفوش يعني حتى نقولوا الزبائن اللي يجيوك كي كنتي تشتغلي في هذا المجال، يعني ما همش قادرين يديروا علاقات طيبه مع ازواجهم ولا مع الناس اللي يقصدوهم بدون انهم يروحوا للشعوذه هذه، ما يقدروش. شوف الحين راه العلم والفقه وهاو الشيخنا على باله، والناس مازال تروح للشعوذه، والناس مازال تخدم المشكله الان المشكله انا نقول لك المشكله الان راهي اخطر، لانه زمان كانوا يروحوا للمشعوذين، الان راهم في كل بيت. والله ما نقولش في كل بيت باش ما نظلموش الناس، باش ما نطوه. اصبحت نقدر نقول لك كل زوجه اصبحت مشعوذه. اعوذ بالله. ليس الى هذه الدرجه. انا قلت لك باش ما نظلموش كاع الناس، يعني زمان قالت لك كانوا يقصدوا المشعوذين، الان الطقوس تمارس في البيوت، يعني نزيدوا حنا تحكي لنا كما واقع في الانترنت يدخلها الانسان يعرف الشعوذه والسحر وكذا. صحيح. انا حاب نقول لك حاجه يا اختي، والله شيخ ما عجبكمش الحال كي قلت نعم. يعني على الزوجات، ولكن ليس كل الزوجات يسحروا ازواجهم. يعني انا ما نعرفش، ولكن نعم. انا نقول لك يعني هي واقع حقيقه. كاين انسان يعيش مع سيده 50 سنه وحياتها كلها وهي شعوذه، ولكن هو ما يعرفش. نعم كاين نعم. يعني هذه حقيقه انا نقول لك. كاين طبيبات، كاين استاذات، كاين مثقفات راهم يخدموا هذا الشيء. شوفي الان يعني كل المستويات، يعني وهي تعرف يخدموا هذا الشيء. انا راني في هذا الضمن نعرف. شحال عندك كنتي تنشطي في هذا المجال؟ سنين. بالطفوله اكيد. سنين، بس عمل لي جبت عليه راني في 6 سنين 5 سنين. معليش خلينا نزيدوا نستغلوا الفرصه نعرفوا شكون هما الفئات اللي كانوا يجيو لعندك بزاف. يجوا الناس اللي المراه اللي تبغي تستغل زوجها، المراه اللي يكون عندها زوج عاصي عليها، يعني مبلع عليها. عاصي واش معناتها عاصي؟ يعني قهرها يعني ولكن لا يجوك مثقفات ماكيثات في البيت، ويجوا من كل الفئات من كل الاعمار، من كل الفئات يجوك السياسيين، كل الفئات يجوا باش ينجحوا في الانتخابات، وكل يجوا عيطوا كيما عيطوا ويجوا كل شيء، من كل شيء يجوا، من كلش ما كانش اللي راه خارج من هذا الموضوع. الله يجعل ربي يهدينا. انا جيت نأدي هذه الرساله بكل جرأة. وكل ما راني خايفه من ربي مانيش خايفه من العبد. اخطر سحر درتيه؟ سحر التفرقه. باش تزوجي ما شحال لازم؟ من 4 ملايين 5 ملايين 10 ملايين 10 ملايين. اللي كان راجل مليح 10 ملايين 20 مليون 15 مليون. انت كنت تفرقين بين المرء وزوجه، ربي كان يفرق بينك وبين الكبده تاعك. اذيتهم بلا ما يعرفوني، غادي نطلب منهم السماح اليوم. يجيبوك رجال كذلك؟ نعم. ولا واش يجيو رجال؟ نقولوا الزوجات النساء بالك على الرجال على الزواج. كاين اللي يبغي يكون باغي وحده ما تريعلوش، كاين اللي عنده امراه في الدار بتكون ما تشوفش في قايساته، كاين اللي فيها بزاف صوالح، فيها بزاف. نعم. ولكن سيداتي كذلك ربما كاين بزاف ناس سحرتيهم ومازال هذاك التاثير تاع السحر قائم يهدم حياتهم. كيفاش يقدروا يديروا باش تفكي ربما هذا السحر؟ انا بفضل الله راني نصلي وندعي في ربي، يجيب لهم، يرسل لهم من عنده جنود
خفيه اللي تسلكهم وتسلكني انا معهم. كيما غلطت وراني نطلب من الله وتبت لله توبه نصوح، وراني نقر اليوم قبل الهيه، لا خاطرش هذا اليوم امام الخلق ما رانيش حاكمه روحي، وين غدوه على رؤوس الام الخلائق باش نقابله. ولكن يقدر يتفك هذا السحر اللي درتيه بفضل الله، بفضل الله، يفك بالرقيه الشرعيه. بفضل الله، بفضل الله. الاخت انت تبتي فقط خوفا من الله، ماكي باحثه على شهره ولا نيتك المال ولا والو، وراكي تعلمي وراكي تعلمي باللي كي كنتي تمارسي السحر كانت تدخل لك اموال وجاه وشخصيات يقصدوك واصحاب مناصب ولما تتوبين الى الله تولي فقيره ولا يلتفت اليك احد، ولكن انت اخترتي الله جل جلاله. هكذا انا حاب تصحيني. اليوم راني وحدي، اليوم راني مع الله، وحدك مع الله، راني خير من اللي كنت. اليوم راني سمعين الإمام بن عطاء الله كان يقول: إلهي ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك. انت يا صبتي يا ربي واش ديري بالخلق؟ والله راني في نعمه ما كنتش عارفه قيمتها. اليوم راني ندمانه على هذه النعمه اللي راني فيها اليوم. الحمد لله. راني في راحه بال، راني في اطمئنان، راح حالي تسقط، راح حالي كل شيء ما شاء الله. موضوع مثير شويه، يعني كل الناس كانوا يعرفوا المقر اللي ديري فيه اللي يقصدوك فيه الزباين تاعك، كل الناس. لمده شحال من سنه؟ لا كنت نتبدلت في السكاني، كنت نتبدل في السكاني. علاش؟ كاين هدف. كنت نرحل هكا نرحل. لكن السؤال هو الان كاش مره ضايقوك مصالح الامن ولا كاش مره؟ لا 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 لا, لا العكس. يعني السلطات ما كانش يجيو ليك يديروك تحقيقات والله يديوك للمحاكم ابدا؟ والو. وكانوا يعرفوا المقر تاعك؟ ويعرفوني ويعرفوا المقر تاعي ابدا، ما صراتليش مشكله مع السلطه. حبيت ندير تعليق اذا سمحتي لي للنساء اللي كانوا يقصدوك مثلا، واش من الحب هذا تروح تجيب راجلها بالسحر وهي ومن بعد يولي يدير فيها القصائد الشعريه ويهدي لها في الورد وهي على بالها بلي راهو مسكين مسحور، ماهوش حب حقيقي يعني صناعي. واش بالحب هذا ماشي افضل؟ هذه انا قلتها وانت اشرحها لها. هاي لك امنا عائشه، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب عائشه الى درجه كان كي يجي يشرب الماء يشرب من المكان اللي شربت هي، والى درجه انه لما جاي يموت قال لهم ادوني بيت عائشه، ومات وهو رأسه بين نحرها وصدرها. حب ما فيهش السحر، حب طبيعي، حب حقيقي. على بالكم بلي أروع روائع الحب موجودة عندنا. تاج محل، تاج محل، أروع روائع الحب اللي محافظة عليها الأمم المتحدة في العالم موجودة في الحضارة الإسلامية، ولكن كان حب حقيقي ما هو السحر. هذا الراجل اللي يروح يشوفك انت باش زعما مرتو تولي تحبه ولا مرتو تولي تحترمه، ها هو نجاح السحر. ولا تحترمه، هذا احترام، ويحس روحه مليح كي يشوف مرته راهي تحترمه وهي تحت ضغط السحر. يعني كان بامكان هذا الرجل، هو ماشي باش تحترمه، باش كون قاعد تشوفه يدير مراه واحده اخرى ما يهدرش. يسحرها باش كي يدير مراه واحده اخرى تسكت. والراجل ثاني كي يشوفها قاعد تخرج وتسهر وشي ما يقولها شوي كنتي ولا يقول شيئا. حسبنا الله ونعم الوكيل. اخطر سحر درتيه؟ ما تأنبينيش اكثر، راني مأنبة نفسي حد التأنيب. كل ما تقولي لي راني نزيد ندوب. انا فاهمين لك انك حبيتي تتوبي واخطاتي وكذا، ولكن المشاهدين راهم يشوفوا فينا كاين ناس راحوا ضحايا بسبب كاين عائلات تهدمت، كاين بيوت يعني تشتوا فيها اصحابها. انت قولي لنا ربما اخطر سحر درتيه؟ سحر التفرقة. سحر التفرقة هو اخطر سحر انت بين الازواج وربط العنوسه. ونعطي دليل باللي كلامها صحيح. ربي سبحانه نهار حب يورينا باللي السحر خطير. ما قالناش يفرقون بين المرء وامه، بين المرء وصاحبه، بين المرء وزوجه. كلامك صحيح ان اخطر انواع السحر هو سحر التفرقه. خليني اقول لك بان ورد في الحديث ان ابليس عنده تاج، يتلاقى مع المساعدين تاعو يسالهم
واش درتوا؟ واحد يقول انا فلان قعدت موراه حتى بطل الصلاه، يقولون بعد يتوب. انا فلان قعدت موراه حتى ما زكاش، يقولون بعد يزكي. ومن بعد واحد يقولوا انا كاين زوج وزوجته موراهم حتى فرقت بينهما، يقولوا انت ندير لك التاج. يعني كلامك صحيح ان اخطر الانواع صحه التفرقه. فرقتي بين زوج وزوجته، طلبتي ربما هاي فرصه تطلبي منهم السماح. جيت انا علاه جيت؟ نعم. جيت نأدي رساله. اول جيت نقول للناس اللي راهم غالطين ويمارسوا فيه هاد الشعوذه وراهم حاسبين هذه هي الصح اللي غادي توصلهم لبر الامان، وهي اللي غادي يسترزقوا بها، وهي اللي راهم غادي يولي عندهم القيمه بها، غالطين. ثانيا جيت باش نوريهم انا هربت لربي، ربي قبلني عنده. الحمد لله. تبت اليوم قبل ما نوقف قدامه ويقول لي ماذا فعلت فيما علمتي. ثالثا جيت نطلب السماح من الناس اللي اذيتها ما نعرفهاش اليوم، اذيتهم بلا ما يعرفوني. غادي نطلب منهم السماح اليوم قبل ما يكونوا لي خصم غدو يوم القيامه. ما نقدش حنا خصم هنا، ما بالك غدوه، ما بالك غدوه. الى ربي ما يغفر ليش فيهم، انا وين نروح؟ لما نلجأ وين؟ انا كي جيت لهذا المكان هذا اللي به باش ربي يشوفني. انا اليوم جيت بينت روحي على قدام الناس كامل، الجزائر كامل غادي تشوف. رانيش خايفه متردده، مانيش ندمانه اللي جيت، العكس ترددت. راني في العام نتردد، واتصلت بالشيخ كذا من مره. واحد اليوم مانيش عارفه صبت روحي هنا بلا ما على بالي كي راني هنا. الحمد لله. انا كنت حاله، انا باش وصلت الحيط كنت حاله، عشيت صرت روحي هنا. صحيح. كي وصلت هنا وشوف شتراني نقر. ان شاء الله ربي يتقبل هذه التوبه يا ربي، امين يا ربي ان شاء الله. نتمناها لخياتي اللي مازال راهم غافلين. قلت لهم بغاوش يسمعوني. انت قلتي سيدتي كنتي صغيره كنتي تتعلمي وترشدي، بناتك ولا اولادك كانوا يشوفوك كي كنتي تمارسي هذه الطقوس؟ لا تعرفي علاش ما خليتهمش يشوفوا هاد الصوالح؟ لخاطرش انا ما كنت عارفه انا كي صرالي، ما بغيتش ولادي يصراهم اللي صرالي. ولكن كان على بالهم واش كانت دير يماهم؟ ما كانش يبغوني، ما كانوا يهربوا عندي، يقعدوا عند امه، ما كانش يقعدوا عندي. وزوجك؟ زوج عادي يجي يسب الدراهم، يجي يسب اللي خصه، يسب مرا قايمت له كل شيء، ما يسب ما يخسر والو، عادي. وزباينك يعني بعد التوبه كيفاش تعاملتي معهم؟ الناس اللي نعرفها وعقلت عليهم، داويتهم بلا ما قلت لهم. بالرقيه الشرعيه. داويتهم يعني لا يجوز علاج السحر بالسحر. لا، بالرقيه الشرعيه. بالرقيه الشرعيه. داويتهم بلا ما يحسوا. ولكن ناخذ من باب الفائده باش نتعلموا منك. شحال كنتوا تدوا زعما مثلا باش تطلقي امراه من راجلها، شحال تخلص يعني؟ يدوا بالمليون، بالزوج، مليون. بالثلاثة. هذه اللي حبيت نقول لك، على بالك بلي طبيبه شريفه في الجزائر فيزيتا واحده وقيله 50,000 ولا 100,000، وشوافه باش تزوجي امراه شحال لازم؟ ب 4 ملايين، ب 5 ملايين، 4 ملايين، 10 ملايين اللي كان راجل مليح، 10 ملايين، 20 مليون، 10 ملايين، 15 مليون، وباش تطلقيها مليون. إلا كان عنده، إلا كان كاين له وتجيب من عنده، هي تجيب من عنده تعطيها باش تديه حتى ال10 على حساب. لا حتى 40 مليون، حتى 40 مليون، حتى ال 20 20 15 على حساب ما يسواه. مادام فتحتي الموضوع، ولا اوقات يعني عندكم اوقات تشتغلوا فيها؟ لو كاين تفتحوا في الساعه الفلانيه، تغلقوا في الساعه الفلانيه؟ لا حنا ما عندناش اوقات زعما كاين هكا كيجيك الكليون ما تردش، ولكن الفترات اللي تخدموا فيها بزاف يكون في اقبال كبير، يكون فيها سا ديبون. هي كاين نهارات، كاين نهارات. حبيت ننبه طبيبه شريفه قرات المتوسطه والثانوي
والجذع المشترك 7 سنين والتخصص 7 سنين، وتخرجت 31 سنة في عمرها من الجامعة، شهادات لما تروح لها تدي عليك 100,000. ولكن مشعوذة ما بين 5 إلى 10 20 تقدر توصل أكثر من هذا. لا ولكن الشيخ مليون. لا الطبيبة لما تقول لك أحيانا تبان لك بلي بالغت بزاف. والمشاور لما يطلب لك تمد 10 ملايين يمدوا. واما باش تطلق امراه مليون زوج. وانا اعلم باللي كاين مشعوذين يدوا بالمئة ب 400 مليون. انا اعرف هذا في قضايا اخرى يعني في اليوم. كاين. فشوفوا المجتمع نتاعنا وين رايح، الى الانحدار والعياذ بالله. في اليوم الواحد شحال يجيك من زبون؟ صديقة كاين يحكوا لك 4 5 خطرات يحكوا 10 خطرات تكون لاشين خطرات نهار كل نهار. قلتي سيدتي نوليو لزوجك، قلتي انه كان راضي لانه كنتي تجيبي له الدراهم، وي كنتي ديري له كل حاجه، كان اموال طائله ثروه. ترى كي حبستي وتبتي؟ تفرقتنا، سمح فيا سمح فيك. سمح فيا، خلاني لله وانا ربي ما ضيعنيش، راني عايشه والحمد لله. كي كنتي تجيبي له الدراهم عن طريق السحر كنتي مليحه يعني. إذا قل مالي فما خل يصاحبني، وفي الزيادة كل الناس خلاني. كم من عدو لأجل المال صادقني، وكم صديق لفقد المال عاداني. هذا زوجك تفترق معك لأنك حبستي السحر. ماشي هي حقا انا احب السحر، بصح هو ربي لو كان شاف فيه الخير كان يتوبه معايا ويخليه معايا. كان يأكل الحرام كان ساكت وفرحان، ونهار توقفتي باش يشجعك ويعينك على امر دينك يتخلى عنك لانك ما وليتي تجيبي له دراهم. هذا ما يسحقش يكون زوج، عليه ان يتوب ويستغفر. واش تقولي للنساء اللي مازال يديروا السحر الى يومنا هذا؟ الرساله نتاعك ما تنسيش، انت الان صاحبه رساله. واش تقولي لهم السحارات والمشعوذات اللي يسمعوا في الحصه؟ نقول لهم الشيء اللي راكم ديروا فيه ماشي هذا هو الصح، والطريق اللي راكم تتبعوا فيها ما هي الصح، لان كل شيء يفنى يبقى وجه الله. ديروا اللي ديروا الاموال الطائله ما غاديش تنفعكم حتى في حاجه. اموالكم ما تتصدق، ما تتبنى بها مساجد، ما تحجوا بها، ما تنفعكم حتى في حاجه. شديروا بها، شديروا بها، وجه الله افضل من كلش. وما دام راكم في هذا الطريق راحة البال ما كانش، لخاطر شي لا ما ضاعوا الاولاد تضيع الصحه، وراحة البال ما كانش. ودائما الانسان متشطن، ودائما الانسان مغبون، ودائما الانسان مهموم، ودائما الانسان في كرب. نهار اللي يرجع لربي يحس واحد النعمه، لو كان تحسوا النعمه اللي راني فيها تحسدوني عليها. ندعي لهم الله يفطنهم، يحيي قلوبهم، ويقض عقولهم. انت ما كنتيش سعيده في حياتك؟ عمري ما تسمع. ولو كنتي تدخلي دراهم والناس يزوروك ولاشين قدام باب الدار؟ عايشه بالكذب، فرحانه بالكذب، حاسه هكذا؟ في حفلات ديك بصح صحيح. داخل مع عمرك ما تكون فرحانه، عمرها ما تكون فرحانه. يكذب عليك المشعوذ يقول لك انا راني عايش غايه. الحمد لله يقولها من؟ يقولهاش من؟ حتى اللي يجيو ليه ماهم سعداء، حتى اللي يجوا ليه ماشي سعيد. ولا يفلح الساحر حيث اتى. ما همش سعداء، عمرهم ما يكونوا سعداء. مادام داو هذاك الشيء وداروا في بيوتهم ما همش سعداء، مادام امنوا بهذاك الشيء ما همش سعداء. عمرهم طريق السعاده معروف يعني، ما فيهش ألف طريق، كاين طريق واحد، هي طريق الهدايه. السيده حواء، كنت تمارسي السحر والشعوذه وهذه المسائل، ما صبتيش انسان يهديك الى الله؟ خوك، عمك، جارتك تقول لك خافي يا ربي، يعني ما صبتيش من يدلك على الله؟ اللي يقول لي نايفه، تنايفه، حاسدني، ما راش باغي لي الخير، غير مني. سبحان الله، شافني عايشه خير منه راح حاسدني. قضية الدنيا يعني. وكيفاش كنتي عايشه؟ كراك تقولي كنتي عايشه خير منهم، كيفاش كانت حياتك؟ احكي لنا المعيشه اللي كنتي عايشتها. سحاره كيفاش تعيش؟ سحاره كيفاش تعيش؟ تلبس غايه، تاكل غايه، دير الذهب، تسيغ الحفلات، تحواس، خرجات، حتى تخرج لوروب، حتى تخرج ديك عايشه خير من اللي يقول لك انا وانا.
ربما اثمن ولا اغلى حاجه ربما اشتريتيها بدراهم هذوما تاع الحرام تاع السحر. الذهب، الخيرات، الذهب، الواطه، كلش درت. الواطه شحال كسبتي من سياره؟ كسبت قعدت نبدل على كل ما تجي اخر نبدل. اغلى مركبه اقتنيتيها؟ درت اللي هي كانت الميغان، كانت الاخر كانوا ايوا درت. انا مرا كي دير حاجه كيما حد يتخلعك لا بغات دير غير صح. او الذهب بالكوفر، الكوفر محطوط ليه تاع نورمال، لي كوفر تاع ذهب، كوفر نورمال محطوط. بصح كي نجي الناس بصح كي نجي بيني وبين روحي خير الخطاؤون التوابون. وانت دفعتي ثمن غالي لانه قلنا ماتوا لك 6 دراري. امام 6 دراري يموتوا لك ما يبانوا لا دراهم لا كوفر لا سيارات لا حتى حاجه. احكي لنا هذه المأساة حقيقيه عشتيها، ام تفقد 6 اولادها. تفقد 6 اولادها، هي الولد حتى يقرب يزيد. نعم. حتى يقرب يزيد يجيف ولا راه في يدها فرحانه به تتصيبه راح من بين يديها بلا ما عبات بلا ما. انت ولادك هادو زادوا كانوا كبار؟ كاين اللي زادوا، كاين اللي مات، كاين اللي كيبغوا يزيدوا، كاين اللي زادوا وفرحت بهم. الاخت انا حابك تفهمي باللي ربي سبحانه عنده منحه داخل المحنه. المحنه كيما حبات جلبانه كي تحليها تصيبي الحبات لداخل. انت كنت تفرقين بين المرء وزوجه، ربي كان يفرق بينك وبين الكبده تاعك. 6 ماتوا لك ماشي باطل، هي رساله من الله باش يخليك تتوبي، لان ربي سبحانه انا متاكد ان الله يحبك. والله لو كان ما يحبكش كان يميت قلبك، لانك انت ولو كنت عايشه في الحياه السعيده والذهب والميقان، بصح قلبك دائما كانت حاجه تنقز، دائما في قلبك بلي ما كيش سعيده، هذيك من عند الله. اذا لم يمت قلبك فهو دليل على ان الله جل جلاله يريد بك خيرا. ماذا كان يبتليك يفرق بينك وبين الكبده نتاعك باش تفطني تقولي واش راني ندير؟ راني نفرق انا بين الرجل وزوجه، والنهايه تاعك هاكي تائبه الان. ويقول عليه الصلاه والسلام: واتبع السيئه الحسنه تمحوها. انت الان كي تمحي في هذيك السيئات اللي درتيها ابشري خيرا، ابشري خير. وشنو؟ ادعي ربي ان تستمري على التوبه حتى ياتيك ملك الموت. ربي يدوم عليك التوبه نتاعو ان شاء الله. سيدة حواء، اول طفل ربما فقدتيه كيفاش كان؟ الاول كبر في يدي، الاول تاعي كبر لحق لي 4 شهور. 4 شهور ولا يضحك لي وفرحت به بليله ونهار. وعلاه ما طولتي لوش عمره بالسحر هذاك الوقت والشعوذه؟ يا اخي الساحر والشعوذه يدعي بلي يعرف الغيب ويقدر على كلش. شفت كيف ربي كان يبين بانها ضعيفه؟ هي هذيك حكمه من الله باش يوري لك بلاك هي ضعيفه. اذا كنت قادره على شيء حافظي على هذا الولد. ماذا قالوا الشياطين؟ لو كنا نعلم الغيب لاستكثرنا من الخير. كنا نعلم الغيب كون ما درتش هادشي. والثاني والطفل الثاني تقرب يزيد، كي زاد استعصت عليا الزياده جاف. يشفعوا فيك يوم القيامه هذو كلهم ان شاء الله. والثالث حتى يزاد. نعم. الثالث ثاني زاد. الثالث زاد، الثالث عادي. بعدها زاد عادي، من بعدها ثاني قاعد غير شهق من بعد. والرابع ما جيت نوصلها للسبيطار كان في يدي مات. والرابع هذوك 3 واحد اخرين كي يجوا يزيدوا يجيفوا. هي ماشي سهل عليكي راكي تتذكري كل هاد الامور اللي خلاتك تعيشي هاد الحزن والاحزان والهموم كامله. رقيتي سيدتي؟ كنت نروح عند الرقات، كي نروح عند الرقات يخرجوا يحضروا نقول لهم احنا ما نطلقوهاش، نتوما اللي ديروا احنا ما نطلقوهاش. نقول لهم احنا متزوجين بها ما نطلقوهاش. ما قدرولكش يعني الرقات ما قدروش يرقيو لك؟ كاين اللي يقول لي ولي ما نوليناش. اخت عائشه برك حبيت ننبه باش نفهم شويه. الانسان اللي يدخل في عالم الشياطين يحافظوا عليه، ما يخسروش.
ما يحبوش يخرج بالطريق ابليس. هذا اللي تقصد لك ان الجن والشياطين يديروا جهدهم كاع باش تقعدي معاهم العالم ما هاي ليك، ولذلك هما يكافحوا باش تقعدي معاهم. وراقي بالقران الكريم والتقوى والصلاح والدعاء الخير والصلاه تانيك تجبدك الى طريق الايمان. فالناس يتبان لهم شغل سهله، هي صعبه. لا ماشي سهله، سقسيني ماشي سهله، ماشي سهله، ماشي سهله. باش الانسان يخلي هذيك طريق الشيطان ويدخل في طريق الرحمن ما يستاهل. لذلك هذه الاخت حنا نشجعوك ونحمد ربي ورانا فرحانين بك انك وليتي الى طريق الله جل جلاله. صحيح. انت يا سيدتي الحمد لله ربي تاب عليك وعطاك الشجاعه والقوه باش تتوبي ليه. كيفاش اكتسبتي هذه القوه وربما المشاكل ولا المطبات اللي جستي بهم باش قدرتي تقاومي؟ من القوه عندي قوه وايمان بالله. راح يعيطوا لي المراه الحديديه. المرأة الحديدية. ذاك من هذا ليس هناك امرأة حديدية. لكن انا ما نقولهمش. كل من عليها فان. لا ما كل عليها فان. هم ينفخوا فيك بركة. يقولوا لي هكا لاخاطش عليه يقولوا لي كاع المصايب والمتاعب والشيء اللي راكي فيه حنا رجال ما قدين علاش وانت كيفاش راكي تتجاوزي. ما على بالهمش بلي انا كي راني نتجاوز انا اش راني ندير. انا كي لانه تسمحي لي انت الشيء اللي درتيه في الاول ما يقدروش يديروه كاع النساء يعني. لا قليل. عالم الشعوذه اللي دخلتي انت ماهوش عالم سهل. يعني ماشي اي امراه عندها الشجاعه والقرار انها تروح للعالم هذا. ربما على هذا الاساس عطاوك التسميه هذه، ولا ربما في حياتك الشخصيه يعني انت معتمده كثير على نفسك. استاذي ايضا نبهوا باللي هي من الطفوله حلت عينيها صارت تنسى في الحومه تاعها ومن حولها. شوف يمارسوا الشعوذه فدات الصنعه. ديت من عند امراه، ديت من عند طالب، ديت من عندي. هاي ليك كنت نشوف يعني خليط كله انت اكتسبتي هذا وليتي متمرسه. يعني الناس اللي راهم يسمعوا فينا اذا كاين شوافه في حومتكم ولادك الصغار راهم يروحوا يفطروا عندها وراهم يروحوا يقضيوا لها، هاك عرفت النتيجه وشنو هي. ما كاش منها تسمح لاولادك يدخلوا عند مشعوذات بحجه بنت حومه. كاين واحد الحومه عندهم سحاره كاع يخافوا منها، كاع خايفين. قال لك لو كان نشتكوا بها ولا نهضر ولا نخافوا تسلط علينا الشياطين والجنون، وماشي خايفين من ربي. ماشي خايفين من ربي. ربي المطلع عليكم ما خفتوش منه، خايفين من السحاره من المشعوذه. وربي يقول ولا يفلح الساحر حيث اتى. هاي جات اليوم باش تبلغ لكم رساله يا ناس خافوا ربي. طريق السحر لا يوصل الا الى جهنم. نعم. قلت لنا انه كانت هذه المهنه تدر عليك اموالا طائله، ولكن كنت في كل مره تقولي انه ما تقدريش تحبسيها لانه تخافي تفقري. هكي وقفتي تفقرتي؟ بالعكس هما راحوا بصح انني عايشه خير من اللي عندها الرزق. الحمد لله. مازال مانيش نحس بلي خاصني دراهم. الناس تكسب وانا هنا قانعه. راني عادي، راني عايشه عادي، راني عايشه مهنيه، راني مطمئنه، راني فرحانه بعيشتي، راني عايشه غايه، راني كي نوقف مع الناس نسوى. راني نسوى بكلمتي وبقدري نسوى. منين كيتصرفي تنفقي بما انه حبستي هذا النشاط؟ فضل الله، فضل الله، فضل الله. ما عنديش، كاين ما يكونش عندي ندير السداجه نصلي ركعتين نقول له يا رزاق انا نحشم باش نخرج نطلب برا، عندي كرامه ما نبغيهاش تنهان، رسل لي رزقي. تحصي كاع شكون يجي يجيب لي مكتوب يقول لي هاك. الحمد لله. يجيني من 7 سنوات يجيني رزقي وما فقرتش. وتجو تضيفوني تشوفوا مايدتي تجي وحدها. يعني الرزق ربي هو اللي يمده. عرفت باللي ربي هو الرزاق. ربي هو الرزاق اكيد. عرفت باللي ربي هو الرزاق. كنت نقول هذه النعمه راني ناكل نرقد مهنيه، كي نصلي نقول كليت الحلال نروح نصلي غادي نلقى ربي راني كاليه الحلال. نقسم لك بالله العلي العظيم وربي يشهد عليا يوم القيامه ونهار اللي تبت مازال ما درتش حاجه الحرام في فمي. سيدتي قلنا انه انت خضعتي الى عده جلسات رقيه والحمد لله على يد راقي لقيتي روحك وقدرتي تخرجي من هذه القوقعه اللي كنتي فيها، هذا العالم المظلم. الراقي حضر معنا لبرنامجنا لانه لبينا لك طلبك، اشترطي انه يكون معنا في البلاطو ما وراء الجدران. لو تلتحقي بيا هنا فقط باش هو يجي ياخذ مكانك. تفضلي.
مرحبا بك معنا في برنامجنا. إذا سيدي، كنا نهضروا على السيدة حواء اللي كانت في عالم الشعوذة والسحر، وقالت أنه خضعت إلى عدة جلسات رقية، لكن في كل مرة كانت تفشل، تعاود تولي لهذاك النشاط اللي كانت تمارسه، ولكن الحمد لله على يدك أنت تعافات وقدرت يعني تتوقف على هذه الممارسات اللي كانت تقوم بها. صح اختنا جت عندنا وكانت الحاله تاعها مستعصيه متطوره جدا، وبفضل الله وبفضل الاعشاب تاع دار الارقم، لان هذه الاعشاب ساعدتنا في العلاج تاعها. قدرنا بفضل الله حتى ان شاء الله باذن الله نأطروا في هذه الشياطين اللي كانت تتبع فيها، لان كانت الشياطين تحوس ترجعها كما كانت، ولكن بفضل الله هذه الاعشاب اثرت ان شاء الله في هذا خذا وقت طويل ربما علاجها. مده تاع سنه ونصف ان شاء الله. رقية الساحر نفسها رقية المسحور. طيب الساحر ولا اي مصاب وهو مصاب. طيب هو مصاب، ما فيش اختلاف، ما كاش حتى اختلاف. السحر مستعصي عليه الحاله اكثر بفضل الله. حسيت بدات يعني تبرد اليوم راكي الحاله، انسانه جديده، انسانه. انا حسيت زدت وراني عاد نبدا من جديد، نتربى من جديد. يعني سيدي نقول لك شكرا، لانه السيده حواء هي اللي اشترطت والحت انك تحضر معنا في برنامجنا. اذا عندك كلمه تقولها للمشاهدين. والله انا واش ننصح رساله كذلك للسحره ان شاء الله. احنا ننصح المجتمع الجزائري عليه الان ان تكون عنده ثقافه عامه على الرقيه الشرعيه، لان الان السحره المشعوذين غزوا البيوت، غزوا، ما تركوش حتى شيء الا وسحروه، ما تركوش اي شيء الا وفسدوه. سيدتي قبل ما نخلي لك الكلمه الاخيره، انت ربما كاع الاخطاء اللي درتيهم، ولكن الجميل في قضيتك انك تبتي الى ربي سبحانه. انا لله انا ليه راجعون. ان شاء الله تكملي على هذا الطريق السليم وربي يعوضك. بغي نرجع. انا كاينه حاجه نشكر الحصه، نشكر على واجب الشيخ اللي كنت نتمنى نزوره وشحال جريت موراه، واليوم كتب لي ربي نلقاه ونجلس معاه ونسمع دعوته في وهران حتى سمعتي صوتي في المسجد. كنت هامله ودخلتي صليتي عندي الجمعه. كي دخلت حتى نسمع في مسجد ابن باديس، دخلت قعدت سمعت الصوت تاعك، بقيت نتمعن شكون هذا الصوت، شكون حتى صوتك انت. قلت لك بانك ما كنتش دايره بين ندخل للجامع خلاص. الله اراد بك خيرا، ربي لما يريد بعبده خيرا يدله على الطريق. انت حاسبه بشطارتك صبتي هذا الوقت، ربي وجهك اليه. انا كنت نصلي ونبكي ونقول له ربي وجهني. شفتي دعيتي يا ربي، كنت نقول له وجهني، ونزوج تعليل ما نرقدش نبات نبكي ونقول له ربي وجهني، ربي وجهني يا ربي وريني. الحمد لله. ولذلك ننصح كل اللي يمارسوا السحر من الرجال ولا من النساء، اذا راكم ماشي قادرين تخرجوا من عالم السحر، لان كاين قوى تضغط عليكم، استعينوا بالدعاء، ديروا كما هي، ابكي، صلي في قبل الفجر، قل له يا ربي الهمني طريقي، والله يا ربي يسخر لك من عباده من يساعدك وينتشرك ويخدمك. وباش ربي يتقبل التوبه شيخ؟ 4 شروط: الندم على ما فات، العزم على ان لا تعود، الاقلاع فورا، ورد المظالم. الناس اللي يعطوك الذهب تردي لهم ذهبهم، الناس اللي يعطوك مال ترد، اذا عندك ما عندكش استعيني بالدعاء. ما عنديش كل شيء. حبيت نشكر الاخ الكريم، كل شيء فضيته، نقول لك بارك الله فيك. علاه ان شاء الله. شوف كيف قبلتوها، حاجه هايله. تجيك مرة تقول لك انا كنت نمارس السحر وراني حابه نتوب، عاوني، وتوقف معاها حتى تشوفها سلكت من هذا العالم تاع السحر والشعوذه. مازال راه معايا يعني بارك الله فيك. سيدتي كذلك، كيفاش راكي تحسي شعورك الان بعد ما تمكنتي انك تطلبي السماح من كل الجزائريين اللي اذيتيهم من خلال برنامجنا؟ راني نحس كون تجيني الموت دروك نقبلها، ما كنتش قابلتها، بصح كون نجي دروك نقبلها. ولله الحمد والمنه. الحمد لله. ولله الحمد والمنه. ونشكر الله، نشكر الله، نشكر الله، نشكر الله اللي اختارني ودارني عنده. الحمد لله. وراني الطريق ونور لي عقلي ونور لي عين، خلاني نشوف طريق الصح. والفضل شيخنا وبيت الأرقم دواهم. الحمد لله. هذا نطلب من الله من خياتنا اللي راهم يسمعوا فينا يرجعوا للطريق الصح، وما يدوم غير الله، وما يدوم غير الله سبحانه. والله نهنيك يا اختي، احمدي ربي واتبعي السيئه الحسنه
تمحوها. هانئا لك التوبة. لك الحمد والشكر يا ربي، لك الحمد والشكر والمنه. ما رانيش عارفه انا شكون وين راني وش نكون، مانيش عارفه انا اللي كانت ولا اللي راها. انا جيت نوروني شكون انا اليوم، شكون انا. انت حواء جديده اللي تبتي لربي سبحانه، واللي حتبدا حياتها جديده في طاعه الله ان شاء الله، وديري غير الحاجات اللي تفرح ربي وما تغضبوش ان شاء الله. لله الحمد ان شاء الله. استاذ في الختام قبل ما نروحوا راك ندير الخير. نعم، انا يعني جاتني فكره انه لازمني نقول طبعا في كل عدد تقريبا انه كل موضوع نعرضه كاينه فئه طبعا ما يعجبهاش الحال، فئه وهي عندها الحق لانه ارضاء الناس غايه لا تدرك. صعب جدا انك ترضي الناس كلهم على موضوع واحد. اليوم هل اخطانا عندما عرضنا على بيوت الجزائريين وعلى الساده المشاهدين حاله مشعوذه تابت؟ ولأول مرة طبعا مشعوذة تابت. الآن القصد هو باش يعرفوا الناس هذا الضلال اللي عايش فيه المجتمع، هذا الضلال الذي ينتشر يوم بعد يوم، هذه الأسرة التي تفكك، يعني أكثر من الاعترافات ما كانش أكثر. لذلك نظن بأننا نتجه في الطريق الصحيح، يعني حتى إذا كانت المواضيع متنوعة، ولكن المواضيع الحساسة طبعا التي لا تحظى برضاية الجميع مهم جدا أن نناقشوها، لأنه في الأول وفي الأخير في ختام الحصة كل إنسان راح يدي شوية معلومات في راسه تنفعه، يعني في حياته اليومية، تنفعه في حياته العائلية، تنفعه ولو بدرجة ما يقدرش يتخيلها، درجة بسيطة جدا. صحيح. إذا الشيخ إذا عندك كلمة أو نروحوا الحمد لله. أنا سعيد الحمد لله كي تشوف إنسان تاب إلى الله وندم ورجع، نحمد ربي. الحمد لله، هذا يوم سعادة إن شاء الله. الحمد لله. وأنا بدوري نقول لكم كما قال الأستاذ كورتال، إن شاء الله قضيتنا اليوم تكون درس وعبرة، وإن شاء الله تكون رسالة لحقت. متواصلين معكم بعد الفاصل.